أهلا بيكم. النهاردة هنتكلم عن أفكار مهمة قوي من كتاب ريفاكتورينج يو آي، يعني إزاي نحسن شكل الواجهات اللي بنصممها بخطوات عملية وبسيطة. أهلا بيك. هو ده بالظبط. الكتاب مش بس بيركز على الشكل الحلو وخلاص. لا لا، مش شكل بس. الفكرة في الأساسيات، الوضوح، التنظيم. إزاي يعني قرارات صغيرة زي المسافات والألوان ممكن تفرق جامد في تجربة الاستخدام كلها. تمام. طب خلينا نبدأ بأول نقطة كده يمكن غريبة شوية لبعض الناس. منين نبدأ التصميم أصلاً؟ الكتاب بيقول نبدأ بوظيفة أو فيتشر معين الأول، مش الشكل العام. ليه؟ بص، هي الفكرة إنك لما تبدأ بوظيفة معينة، يعني مثلا صفحة الدفع في موقع، ده بيخليك تفكر أول حاجة، المستخدم عايز يعمل إيه هنا؟ إيه أهم معلومة؟ يعني الهدف قبل الشكل. بالظبط. ولما يكون عندك المحتوى والعناصر الأساسية دي، قرارات التوزيع في الصفحة اللي هو اللي أوت بتبقى منطقية أكتر، مبنية على حاجة حقيقية. فهمتك. وكمان نقطة مهمة قالها الكتاب، ما نغرقش في التفاصيل الصغيرة في الأول. أيوة، زي الألوان بقى واختيار الخط بالملي والكلام ده. الأفضل، والكتاب بيقترح كده، إنك تبدأ تصميم بالأبيض والأسود الأول. أبيض وأسود؟ ده مش هيخلي الشكل وحش في البداية؟ ممكن تحس بكده في الأول، بس الهدف إنك تركز 100% على الحاجات الأساسية. التباين عامل إزاي؟ المسافات كافية ولا لأ؟ الأحجام والتدرج البصري، مين أهم من مين؟ يعني الهيكل الأول؟ تماماً. لو الهيكل ده اتعمل صح بالأبيض والأسود، إضافة الألوان بعد كده هتبقى إضافة قوية، مش مجرد تغطية على مشاكل. منطقي جدا. وده ياخدنا بقى للنقطة التانية المهمة قوي، التدرج البصري، الهياركي. كتير بنعتمد على الحجم بس، نكبر الحاجة المهمة وخلاص. الكتاب بيقول لأ. صحيح، هو الحجم أداة طبعاً، بس مش الوحيدة. يعني بدل ما العنوان الرئيسي يبقى حجمه ضخم قوي وباقي الكلام صغير مش بيتقري، ممكن تستخدم وزن الخط. تقصدي البولد مثلا؟ العنوان الرئيسي يبقى بولد وبلون واضح وقوي شوية. الكلام التاني الأقل أهمية ممكن يبقى نفس الحجم، بس خط رفيع أو لون أهدى زي رمادي فاتح. كده نحافظ على القراءة سهلة، وفي نفس الوقت الأهمية واضحة. بالظبط. وفي فكرة تانية بقى ظريفة قوي في الحتة دي، اسمها التركيز عن طريق تقليل أهمية العناصر التانية. دي عجبتني قوي. بدل ما أحاول أخلي حاجة تنور زيادة. أهدي اللي حواليها. يعني لو عندك زرار مهم وعايز تبروزه، بدل ما تضيف له مؤثرات كتير، ممكن تخلي العناصر اللي جنبه لونها أفتح أو أخف بصريا، هو هيبان لوحده. وبيقل الزحمة كمان في التصميم. جدا، بيخلي التصميم أنظف وأوضح. حلو قوي. طب نروح بقى للمساحات البيضاء أو الوايت سبيس. هنا برضو في نصيحة تبان غريبة شوية. ابدأ بمساحة زيادة عن اللزوم وبعدين قللها. هي تبان غريبة. الفكرة إننا بطبيعتنا بنخاف من الفراغ في التصميم، فبنحط يدوب أقل مساحة ممكنة عشان بس العناصر ما تلزقش في بعض. دايما بنعمل كده، بنزنق الدنيا. فالنتيجة بتبقى تصميمات مخنوقة. لما تجبر نفسك تبدأ بمساحات واسعة بالزيادة، بتكسر الحاجز ده. وبعدين لما تبدأ تقلل المساحات دي واحدة واحدة، غالباً هتوصل لنقطة التصميم فيها بقى مريح للعين. مش مجرد مش مزنوق، لا مريح فعلا. أيوة، وده بيدي إحساس بالاحترافية وبالتنظيم. والكلام عن المسافات ده مرتبط بفكرة تانية مهمة، وهي إن لازم يكون في نظام للمسافات والأحجام دي، صح؟ طبعا، بدل ما كل مرة نقعد نخمن المسافة دي تبقى كام بيكسل وحجم الزرار ده يبقى كام، لا، الكتاب بينصح تحدد نظام واضح. زي إيه مثلا؟ يعني تختار رقم أساسي زي 4 بيكسل أو 8 بيكسل، وكل المسافات والأحجام تبقى من مضاعفات الرقم ده، 4 8 12 16 24 32 وهكذا. ده بيخلي فيه تناسق رهيب في التصميم كله. وبيوفر وقت ومجهود كبير جدا في اتخاذ القرارات الصغيرة دي كل شوية. القرار بيتاخد مرة واحدة للنظام كله. جميل. نيجي لآخر نقطة رئيسية، الألوان. نفس فكرة النظام موجودة هنا برضو. تمام. بدل ما كل مرة تحتاج درجة أفتح أو أغمق من لون معين تروح تخترعها، الأفضل تجهز من الأول باليت كاملة لكل لون أساسي عندك، يعني حوالي 8 أو 10 درجات، من الفاتح قوي للغامق قوي. ده بيضمن تناسق وبيسرع الشغل طبعا. جدا. وفي حتة بقى عن اللون الرمادي تحديدا لفتت نظرك. بتاعت إنه مش لازم يبقى رمادي صريح، دي كانت جديدة بالنسبة لي. هي الفكرة إن الرمادي الصريح اللي هو بس بين الأبيض والأسود ساعات بيبقى ممل شوية، أو مش ماشي قوي مع باقي الألوان لو هي دافية أو باردة. طب والحل؟ الحل إنك تضيف للرمادي ده لمسة لون خفيفة جدا. يعني لو تصميمك ألوانه باردة زي درجات الأزرق، ممكن الرمادي بتاعك يبقى فيه سنة زرقة بسيطة.
لو الألوان دافية ممكن تضيف له سنة صفرة أو برتقانية خفيفة. ده بيخليه منسجم أكتر مع الباليتة كلها؟ بالظبط، وبيدي عمق وشخصية أكتر للتصميم، ما يبقاش مجرد لون محايد وخلاص. حلو قوي الفكرة دي. يبقى كده لو لخصنا أهم الأفكار، نبدأ بالوظيفة، نصمم بالأبيض والأسود الأول عشان نركز على الهيكل، نستخدم الوزن واللون للهيراركي مش بس الحجم، منخافش من المساحات البيضاء، نبدأ بيها واسعة ونقلل، ونعمل نظام للمسافات والألوان. تمام. الخلاصة إن التصميم لما يبقى ممنهج ومدروس نتائجه غالباً بتقول أحسن بكتير من القرارات العشوائية السريعة. فعلا. وفي نقطة أخيرة الكتاب بيختم بيها كنوع من التمرين أو الفود فور ثوت زي ما بيقولوا، اللي هي إيه؟ إن أحسن طريقة عشان تطور المهارات دي فعلاً هي إنك تحاول تعيد بناء تصميمات لوجهات تانية عجباك، مش بس تبص عليها، لأ، تفتح برنامج التصميم وتحاول تقلدها. ده تمرين صعب بس أكيد مفيد جدا. جداً، لأنه بيجبلك تلاحظ التفاصيل الصغيرة دي كلها، المسافات، درجات الألوان، التدرج، وتفهم ليه المصمم عمل القرارات دي. تفتكر إيه الأسرار اللي ممكن نكتشفها لو عملنا كده؟ سؤال مهم يخلي الواحد يفكر. شكرا جدا على التوضيحات دي. العفو.